مساء الفل يا شباب، معاكم احمد صالح من ريبتايل فيتنس. عملت الفيديو اللي فات كنا بنتكلم عن الضغط. قلنا ان هو تمرين ما حدش ما عملوش قبل كده تقريبا، ومش محتاج ادوات ولا اي حاجه ولا حديد ولا جيم. كل اللي محتاجه ايديك وارض تلعب عليها. المره اللي فاتت انا كنت بقول ان انت عشان تبني جسم او تقدر تبتدي تمرين انت كل اللي محتاجه ايدين ورجلين. انا كنت غلطان في الجزئيه دي. اكتشفت ان في ابطال كتيره جدا 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 مصريين وغير مصريين واخدين بطولات في اكتر من لعبه، هم كمان عندهم اعاقه او عندهم جزء من الاطراف مفقود. ابطال بيلعبوا MMA طرف من الاطراف مش موجود، بطل بيلعب بينج بونج وهو واخد ايديه الاثنين. ان في ناس عندهم اعاقه احسن مني واحسن من ناس كتير جدا. الفكره كلها مش في قوتك البدنيه، الفكره كلها هنا تحط حاجه في دماغك وعايز توصل وعايز تتمرن هتتمرن ايا كانت ظروفك ايه. في جيم ما فيش جيم، يعني طول ما انت عايز تعمل حاجه هتوصل لها. طولت عليكم في المقدمه. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن البوش ابس او الضغط، احنا النهارده هنتكلم عن السكوات. الفكره ان هو بيمرن تقريبا كل عضلات رجلك، وبرده مش محتاج ادوات، مش محتاج حديد، مش محتاج جيم. في اشكال كتيره جدا، نشوف اكتر من شكل. في ناس هيبقى عندها اكيد لياقه بدنيه اعلى مني تقدر تعمل اشكال اكتر واصعب، بس انا هوريكم اللي هقدر اعمله يعني، ويا رب تستفيدوا بيه. يلا بينا.